أهلا بيكم، أنا رضوان ودي الحلقة الخامسة من بودكاست آراء. مفيش وقت أحسن من دلوقتي. أعتقد دي أكتر جملة مناسبة إن نبتدي بيها حلقة زي دي. الحلقة دي مش زي الحلقات اللي فاتت، مش إن أنا أحاول أشجعك. الحلقة دي ببساطة هي نوع من التذكير، أو إني أصحيك، أفوقك، أديك على وشك، يعني أي نوع أنت تحبه. ولكني محتاجة ان اركز قوي انك لازم تسمع كل جملة في الفيديو ده وتفهمها وتطبقها، عشان لو مطبقتش الحاجات اللي انا هقولها صدقني ايا كان الفيديو ده هيكون 20 او نص ساعة مش هتستفيد اي حاجة. لازم تبتدي الحاجة اللي انت خايف منها، لازم ما تستناش. وفي جملة او مثل بيقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. ده يحصل لو انت راكب العربية وبتسوق على سرعة، لكن في الحياة لما تبقى عايز تعمل حاجة لازم تعملها، ولو هتأجل يبقى انت مستني اعذار. من كام يوم كنت بتمشى، كنت مخلصة الجيم مروحة، وعديت على الجنينة يعني زي المكان اللي فيه زرع في النادي، والمنظر كان جميل جدا. كان فيه زي هوا كده وغيامة خفيفة والشمس بتغرب. المنظر كان جميل جدا. عديت من جنبه وقلت هصوره بعدين او في يوم تاني، اصلي مش قادرة، اصلي ما عنديش ستورج، ايا كان. ولكني بعدين بصيت وقلت لأ، انا هصور الصورة، والصورة طلعت حلوة جدا قوي. يمكن ده يكون مثل بسيط او مش اكبر حاجة في الدنيا، ولكني عايزة افهمك ان دلوقتي هو تقريبا فرصتك الوحيدة انك تعمل الحاجة دي، عشان بعدين لما تيجي تعملها ما تقولش يا ريتني عملتها من بدري، يا ريتني ابتديت في الحاجة اللي انا كنت عايزها من بدري، يا ريتني بعدت عن البني ادم ده بدري، يا ريتني ابتديت في الشغل ده بدري، يا ريتني ابتديت اهتم بنفسي بدري، يا ريتني ابتديت اصلي بدري، يا ريتني ابتديت اخد بالي من شغلي ومن دراستي ومن عقلي بدري. وبعدين لما بنوصل للبدري ده بنلاقي نفسنا بنقول طب هنا بقى هبتدي من دلوقتي؟ فرقت يعني؟ ما انا بقالي كام سنة بعطل في الحاجة، ودلوقتي هتفرق ايه؟ خلينا قاعدين، خلينا نايمين، خلينا بناخد حجج عشان نريح نفسنا ونريح ضميرنا. مفيش لحظة في حياتك هتكون اللحظة بتاعت الممثل اللي في دور اللي فجأة بيصحى في حياته ويلاقي كل حاجة بقت كويسة، كل حاجة بقت جميلة، كل حاجة بقى هو مستعد ليها. مش هتلاقي اللحظة دي جت، مش هتيجي. هتلاقي نفسك كل يوم محتاج تعمل نفس الحاجة ومحتاج تكمل في الحاجة عشان تعرف تعملها، ولو ما عملتش كده عمر في حياتك ما هتوصل لحاجة. ولو ما ابتديتش في الطريق اللي انت خايف تبتدي فيه عمرك ما هتبقى كويس فيه، لان في فكرة في دماغنا ان احنا محتاجين نبقى كويسين في الحاجة عشان نبتدي الحاجة، محتاجة ابقى شاطر في الحاجة دي عشان اعرف امشي فيها، مع ان الحقيقي ان هو العكس. هو انت بتبتدي في الحاجة فبتبقى كويس فيها، انت بتبقى منيل في الاول، ملخبط في الاول، عمال تخبط وعمال تقع ومش فاهم حاجة، وفجأة تبقى كويس. وفجأة تلاقي نفسك، مش فجأة، واحدة واحدة بتلاقي نفسك عمال تتطور، وفجأة بتلاقي نفسك تفهم، وفجأة فعلا بتلاقي نفسك وقفت واللي هو ايه ده، الموضوع مش صعب اهو. لو عايز توصل لمرحلة اللي هو ادي لنفسك بالقلم، ادي لنفسك بالقلم، عشان هو محدش هيفوقك ومحدش هيجي ينقذك ومحدش هيقولك استاذ روح ابتدي في اليوتيوب شانل انت عايزها، دي ممكن تبقى اكتر حاجة مهمة في حياتك انت ممكن تعملها. ارجوك روح ابتدي في البيزنس اللي انت نفسك فيه، اصل ده هو مستقبلك. ارجوك بطل تاكل اي حاجة وروح الجيم. ارجوك قوم صلي. ارجوك قوم ذاكر. ارجوك اعمل اي حاجة انت عارف انك محتاجها وعارف انك عايزها. ما تستناش لبكرة، عشان بكرة انت مش ضامنه، انت والله ما ضامنه.
احنا بنتعامل على حياتنا على انها كده، جت كده معانا كده سهلة، مع ان حياتنا دي غالية قوي. ما هو انت نفس الشخص اللي في سنك ده ممكن واحد تاني يموت بكرة، انت ممكن تموت بكرة. انت ما تعرفش امتى الفرصة هتقف، امتى الفرصة هتنتهي، وتلاقي نفسك الحاجة اللي انت كان ممكن تعملها امبارح بمنتهى السهولة النهاردة انت مش عارف تعملها، عشان الظروف اتغيرت، حياتك اتغيرت، عشان انت بقيت في مكان مختلف. بعدين مش هو الحل، ولا هو الوقت اللي هيوصلك، ولا هو لما يبقى الساعة 6 هتعرف تعمل حاجة، ولا لما الساعة تبقى 12 هتعرف تبتدي في الحاجة، ولا لما تبتدي تصحى بدري عشان تبتدي تعمل الحاجة اللي انت عايزها، ولا لما تتخرج او تخلص الشغل اللي انت فيه، او لما تتجوز، او لما تبتدي تشتغل في الشغلانة دي. عارف لما بيقولك ارمي نفسك، ارمي نفسك. يمكن يكون اللي هو لا انا لازم افكر في الحاجة، ولازم اكون دارس وعامل اكيد اكيد ما تحطش نفسك في التهلكة. دي مش حاجة انا هقولها لك، انا عمري ما هقولك روح اعمل الحاجة بدون ما تفكر فيها بنص جنيه، بس لازم في حاجات في الحياة تعملها من غير ما تفكر فيها، في حاجات في الحياة تعملها من غير ما تقعد تحسب كل حسبة، لان الحسابات الكتير قوي دي والتخطيط الكتير قوي دي مش هينهيك بحاجة. مهما كان البلان بتاعتك او دراستك للشيء طويل وكويس ومهم، مفيش حاجة بتعلم في الدنيا اكتر من انك تعملها. روح اعمل الحاجة اللي انت عايز تعملها دي. درست شوية تمام، يلا روح. لان مهما لو قعدت من هنا لغاية ما تموت بتدرس في الشيء اللي انت عايز تعمله ده، مش هتعمله. وغالبا طول ما انت بتفكر فيه اكتر وبتكبر فيه اكتر هيكبر خوفك منه. ويمكن ايه اللي يحصل، طب وانا هعمل كده ازاي، طب وافرض حصل كذا، طب وافرض طب وافرض طب وافرض طب وافرض، وفجأة هتلاقي نفسك ما عملتش اي حاجة، لانك خفت، ولانك رجعت لورا 20 خطوة، لانك فكرت فيها 100,000 مرة، مع اني لو كنت فكرت فيها مرتين ورحت عملتها كانت خلصت. اخر مرة لما كنت مسافرة ورحنا رحلة كان فيها يخت، فبالتالي كان فيها زي سنوركلينج. اللي ما يعرفش ايه هو السنوركلينج، هو انت زي بتعوم على وش المية عشان تشوف الاعشاب اللي تحت والسمك وكده. انا كرضوى عندي مش فوبيا من المية، انا عندي يعني ما اعرفش ايه الاكتر من الفوبيا، ولكن انا عندي يعني نوع رهيب من الخوف من المية. المية اللي هي بيتعام فيها، بغسل ايدي عادي بس كنت مرعوبة. كنت واقفة وببص للمية واللي هو يا لهوي دي غويطة قوي، احنا في عرض البحر وانا مش شايفة حاجة من تحت المية لان المية غويطة جدا، فانا ازاي هعمل كده؟ انا مستحيل اعمل كده، الموضوع مخيف، انا مش عايزة اعمل ده، مش مهم، مش هعمل. لونج ستوري شورت عملته بعد خوف وبعد رعب وبعد وقفة نص ساعة قبل ما قدرت انزل، بس عملتها ونزلت وشفت ال المية من تحت، كانت تحفة. وكنتش عارفة اقول انها تحفة لما كنتش عملتها. ويعني يحضرني كلمة طفولية جدا قلتها ساعتها بس فهمتها بعدين، لما خلصت وقعدت كده شوية وببص على المية وكده رحت قايلة انت مش مخيف، انت جميل. وهو ده اللي بيتطبق في حياتنا كلها. احنا في الحاجة بنشوف الحاجة من بعيد وبنخاف منها قوي، وبنحس اللي هو لا مش هعرف، دي صعبة قوي، اصل البني ادم ده شكله مخيف، اصل الشغلانة دي شكلها كبيرة عليا، اصل انا بذمتك انا ده شكل واحد يصحى بدري ويهتم بنفسه ويهتم بجسمه ويهتم بدراسته، ده يعني انت شايف الموضوع ده ينفع؟ وبنلاقي نفسنا بنكبر في الحاجة قوي وهي ممكن تبقى تافهة وصغيرة، او حتى لو مش تافهة وصغيرة على الاقل هي جميلة، على الاقل هي السبيل الوحيد انك توصل للي انت عايزه. انك تبتدي في الحاجة هو طريقك الوحيد انك توصل للحاجة اللي انت ما بتبطلش تفكير فيها.
عايز تبتدي في الشغل اللي أنت نِفْسك فيه، انزل اشتغل في أي حتّة، قدّم في أي حتّة، جرّب كل حاجة. عايز تبتدي تبقى بني آدم أحسن، ابتدي من إنّك تقوم من النوم ترتّب سريرك، ابتدي من إنّك تقرا صفحة في اليوم من الكتاب، ابتدي بإنّك تصلّي لو فرض واحد من اللي عليك، ابتدي إنّك تهتم بأبسط الحاجات اللي في حياتك، لإن أبسط الحاجات دي هي اللي بتكوّن شخصيتك كلّها. بتنام إزاي، بتقوم إمتى، بتاكل إيه، بتشرب إيه، بتعامل الناس إزاي، بتفكّر مع نَفْسك إزاي، بتتعامل علاقتك مع أهلك إزاي، علاقتك مع ربنا إزاي، علاقتك مع نَفْسك إزاي، إزاي بتهتم بدراستك وبتهتم بمستقبلك، إزاي بتهتم بكل حاجة حواليك، من أبسط حاجة لأكبر حاجة، دي شخصيتك ودي حياتك وده أنت. فالحياة مش مجرّد لحظات كبيرة، اللي هو اللحظات المهمة في حياتي، لمّا أتخرّج ولمّا آخُد الشغلانة الجبارة ولمّا أتجوّز ولمّا أخلّف، حياتي خلصت. لأ، مش دي أصلًا الدنيا، ده جزء زي ما في أجزاء كتيرة أوي، 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 أوي مهمة وكبيرة ومحتاجاك ومحتاجة إن أنت تبتدي فيها ومحتاجة إن أنت تفكّر فيها، لإن إحنا ما عندناش لحظات التغيُّر الكبيرة أوي اللي بتبقى في الأفلام، بس إحنا عندنا لحظات صغيّرة بتكوّن لحظة كبيرة. في الفيلم ممكن تلاقي البطل مثلًا حصل له موقفين، فالموقفين دول غيّروه، فهو بقى بني آدم جديد. بقى بني آدم بيُقف للحق، وبقى بني آدم قوي وعنده قوة وعنده كاريزما وعنده شخصية، وابتدى يعمل لمستقبله، وابتدى يُقف في قصاد أي حاجة بتُقف في وشه، وبقى عنده مستقبل ونجح، وبقى كل حاجة بقت كويسة. في حياتنا إحنا الموضوع ما بيمشيش كده، مش موقف ولا موقفين اللي هيحركوك، لحظات كتيرة أوي، 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 أوي هي اللي بتوصّلك للنهاية أو لبداية الطريق. حتى اللحظات اللي أنت ما بتاخدش بالك منها، حتى الحاجات اللي أنت ولا بتحسّها ولا بتشوفها ولا بتفتكرها أصلًا لو حد سألك عليها، دي كمان بتكوّنك وبتعمل منّك حاجة وبتغيّر فيك حاجة. ما فيش وقت أحسن إنّك تهتم بأي حاجة في حياتك أنت عايز تعملها من دلوقتي، لإن لو ما ابتديتش في الحاجة اللي أنت عايز تعملها دي دلوقتي ومش بس إنّك تبتدي، أهم من إنّك تبتدي هو إنّك تستمر. لو ما عملتش الحاجة اللي أنت عايز تعملها دي وكمّلت فيها، هتلاقي الفرصة بتخبّط على بابك وأنت مش جاهز، وما فيش أوحش من الإحساس ده. ما فيش أوحش إنك تحس إن لو أنا بس كنت عملت الحاجة دي، كان زماني دلوقتي بقيت مكان فلان، أو كان زماني دلوقتي عرفت آخُد الفرصة، بس أنا عشان قعدت وما عملتش حاجة، فأنا مش عارف أعمل حاجة دلوقتي. عشان أنا قعدت أشُك في نَفْسي وأشُك في قدراتي وأخاف من مين هيقول عليّا إيه، وهل أنا هاشوف نَفْسي بطريقة حلوة والّا لأ، لو فشلت في الحاجة أو ما عرفتش أعملها من أول مرّة حلو، ما عرفتش أعملها أصلًا، وما خدتش الخطوة أصلًا عشان كنت مصدّق إن أنا ما أستاهلش إن أنا أعمل الحاجة دي وتنجح، إن أنا ما أستاهلش إن أنا يبقى عندي حياة أحسن وإن أنا يبقى عندي مستقبل أفضل وإن أنا أبقى بني آدم أحسن. هتلاقي الفرصة بتخبّط على بابك، هتلاقي الشغلانة بتخبّط على بابك، هتلاقي الشخص بيخبّط على بابك، بس أنت مش جاهز ومش فاهم، فهتلاقي نَفْسك ممكن تاخد الفرصة بس هتلاقي إن أنت يا ريتني كنت ابتديت، ونرجع تاني لنقطة الصفر، أنت بتقول يا ريتني كنت ابتديت، يا ريتني كنت عملت الحاجة، يا ريتني كنت حاولت أكتر. طول ما أنت ما ابتديتش في الحاجة اللي أنت عايزها هتعيش عمرك في كلمة باعتبرها أوحش كلمة ممكن تفكّر فيها في حياتك هي كلمة لو، لو كنت ابتديت، لو كنت حاولت، لو كنت كمّلت، كان زماني، كان زماني، كان زماني، كان زماني، وهتفضل طول عمرك في علامة استفهام كبيرة. هل يا ترى لو كنت عملت الحاجة اللي أنا كنت باحلم بيها دي كنت عملت حاجة في حياتي؟ كنت بقيت في حتّة أحسن من اللي أنا فيها دلوقتي؟ عمرك ما هتوصل للإجابة النهائية هي الحاجة دي تنفع لك أو لأ. هتفضل دايمًا شايفها كبيرة وحلوة وجميلة لإنك ما لمستهاش أصلًا، ما عرفتش عنها أي حاجة.
وساعتها هتبقى عامل زي الطفل اللي لسه مولود في الدنيا ومش عارف أي حاجة، لإنه لسه ما جرّبش أي حاجة. بس الفرق ما بينك وما بين الطفل إن الطفل قدّامه حياة يجرّب فيها ويتعامل فيها ويحُط نَفْسه في حاجات هو مش مرتاح لها، عشان اوعى حد يفهّمك إن لازم تبقى مرتاح للحاجة عشان تعملها، عشان أي حاجة بتخلّيك أحسن مش هتبقى مُريحة بالنسبة لك. والفرق ساعتها ما بينك هيبقى بينك وما بين الطفل، إن الطفل عنده فرصة وأنت خلاص. فخُد الفرصة دلوقتي، الفرصة قدّامك دلوقتي، حياتك قدّامك دلوقتي، مستقبلك قدّامك دلوقتي، ما تسيبوش يضيع منّك لإن أنت ما عندكش غيره، والله ما عندك غيره. عايز تبقى أحسن مع التعامل مع الناس، قوم اتكلّم مع بشر أنت ما تعرفش عنّهم أي حاجة، قوم روح اتكلّم معاهم. عايز تبقى أنجح في دراستك في مستقبلك، روح خُد كورس لغة جديدة وأنت ما تعرفش عنها أي حاجة، وروح خُدها وهتحس إنك غبي، هتحس إنك متخلف، هتحس اللي هو يا نهار أسود أنا مش فاهم كلمة، أنا مش فاهم حرف من اللي بيتقال هُم بيقولوا إيه، بس مع الوقت هتبتدي تفهم وهتبتدي تستوعب الموضوع، وهتلاقي نفسك في يوم من الأيام بتعرف تتكلم اللغة دي كأنك واحد مولود هناك عادي. عايز تبتدي في business جديد بتاعك، روح ابتدي فكّر فيه، دَوّر على الmaterials اللي أنت محتاجها، دَوّر على الناس اللي أنت ممكن تاخد منّهم supplies أيًا كان. دَوّر على الحاجة اللي أنت عايز تعملها واعملها، ما فيش حِجّة اللي هو إن أنت اللي هو لأ أصل مش دلوقتي، أصل بعدين أحسن، أصل أنا بس يعني عندي شوية مشاغل ومش هاعرف أعملها. عارف اللي هو إيه، أصل أنا بارجع من الجامعة تعبان أوي مش قادر، ما أقدرش أروح الgym، فبقى الgym ده في الأجازات، مع إن سبحان الله لو أنت عايز تخرج مع أصحابك هتروح، والخروجة دي مش تبقى يعني مش قاعدة على القهوة عادي، هي لأ هي خروجة هتخرجوا فيها وهتتمشوا وهتعملوا مجهود، فنفس المجهود اللي أنت كان ممكن تعمله في الgym أنت رُحت عملته مع أصحابك بس عشان على هواك، على كيفك، أنت عايز تعمله. بس أيًا كان أنت عايز تعمل إيه، بس أيًا كان أنت عايز توصل لفين وصولك ليه مش هيكون ممتع، إلا لمّا تفهم إنه ممكن يبقى ممتع. الحاجات اللي إحنا بنبقى عايزين نوصل لها بتبقى صعبة، عشان كده مش كل الناس بتوصل لها. لو كان النجاح بأشكال وأنواعه سهل كان كل الناس بقت ناجحة، بس مش كل الناس ناجحة، بس مش كل الناس ناجحة. فكرت ليه قبل كده؟ عشان مش كلهم عندهم القدرة إنهم يقوموا من النوم ويعملوا نفس الحاجة كل يوم، عشان مش عندهم القدرة إن هم يفهموا إن هم لازم يتحكموا في كل حاجة هم بيعملوها، عشان ما عندهمش القدرة إن هم يعرفوا إن ده طريقهم الوحيد عشان يوصلوا لحاجة هم نفسهم فيها، أو الحاجة دي بالنسبة لهم مش مهمة أوي. في جملة مرة سمعتها أو ما كانتش جملة، كانت زي حكاية، بصراحة مش فاكرة هي حكاية مين أو مين قالها أو إيه اللي حصل، ولكن اللي فاكراه إن واحد راح يسأل واحد ناجح جدًا، تعالوا نسمي أول واحد ده، الراجل اللي راح يسأل الراجل نسميه ميم، ونسمي الراجل الناجح صاد. ميم لما راح سأل صاد قال له أنا عايز أبقى ناجح، فصاد خده بمنتهى السهولة على البحر، دخله وقفه وراح حاطط دماغه تحت في المية، فضل ماسكها لحد ما ميم بقى عمال يفرفص ومش فاهم هو بيعمل ايه، وقال ده راجل مجنون يا عم، ده بيغرقني، بس كان جواه حتة مصدقاه، لان هو كان حاسس ان ايوه ده راجل ناجح ومعروف عنه ان هو ناجح، فهو اكيد بيعمل حاجة ليها لازمة. لغاية ما ميم بقى مش قادر يتنفس، بقى بيفرفص، بقى مش قادر هيموت خلاص، فقعد يخبط لغاية ما زق صاد. عارفين ايه الفايدة من الحكاية دي؟ هو ان صاد كان عايز يعلم ميم
ان عشان توصل للحاجة اللي انت عايزها لازم تكون هتموت عليها، حرفيا هتموت على الحاجة دي. ومش هتموت فيها ان انت قاعد بتفكر فيها بس، لا، ده انت بتفرفص وبتزق عشان تعملها، عشان تعرف توصل لها. مش بس انك بتفكر ازاي ابقى ناجح، لا، انا بعمل ازاي ابقى ناجح. انا بعمل زي ما بشوفهم بيعملوا وبعمله، وبعمل الاحسن منه كمان. انا بحاول بكل الطرق وبكل الاتجاهات ان انا اوصل للي انا عايزه، عشان انا بفرفص عشانه، عشان انا بموت فيه، عشان انا بموت عشان الحاجة دي. لو مش عارف تكمل في اي حاجة بتبتدي فيها، هقولك على نصيحة واحدة بس: اعمل الحاجة لغاية لما ما تعملهاش تحس بتأنيب ضمير. صلي كل يوم لغاية ما لما يفوتك صلاة في يوم تحس انك متضايق من نفسك قوي. انزل الجيم كل يوم لحد ما في يوم تكسل فتحس ان انت في حاجة ناقصة في يومك ومش كاملة. اهتم بدراستك وبمستقبلك لغاية لما يجي عليك فترة تبقى قاعد ما بتعملش حاجة تحس ان في حاجة غلط، وان هو ايه اللي انا بعمله ده. دايما هرجع واقول لكم ان الحياة فيها جوانب اخرى كتير لازم نستمتع بيها، وان احنا ندي لنفسنا راحة على عيني وعلى راسي، بس لما يبقى كل اللي انت بتديه لنفسك هو راحة فلا، في حاجة غلط. لما بيبقاش عندك وجهة نظر لقدام ومتبقاش شايف حاجة قدام انت عايز تعملها يبقى في حاجة غلط. لما تبقى عايش اليوم بيومه بس مفيش اي خطة لقدام يبقى في حاجة غلط. لان انت ما جيتش هنا عشان تاكل وتشرب وتدخل تنام وتعمل اكله وتنزل مع اصحابك، انت جيت هنا عشان في هدف، في فايده، في رساله، في حاجه لازم تأديها. وفي ناس بتبقى محظوظه انها بتتولد بتفهم الحاجه دي على طول، وفي ناس محتاجه تدور. في ناس ممكن يبقى مهمتها حاجات كتير. انا عارفه كويس قوي ان انت عندك هدف، ما كنتش قعدت تكمل معايا لغايه دلوقتي. وعموما لو انت قاعد تكمل معايا لغايه دلوقتي فانا بجد بحبك وبجد بجد شكرا. بس غير ان انا بحبك، انا عايزه اقولك انك تقدر تعمل الحاجه اللي انت عايزها. لان انت قعدت تسمعني دلوقتي عشان انت حسيت ان كلامي في حاجه بتمسك، في حاجه لمستك، في حاجه ليك. يمكن تكون رساله من ربنا، يمكن تكون حاجه لازم تسمعها دلوقتي، يمكن تكون حاجه بتحمسك انك تقوم تبتدي تعمل حاجه، او نصيحه تفضل فاكرها طول عمرك. ايا كان السبب اللي انت كنت بتسمعني عشانه، في حاجه كانت ليك انت، ليك انت، مش لأي حد تاني، وانت الوحيد اللي لقطتها. عشان كده لازم تكمل، ولازم تبتدي، ولازم ما تزهقش، ويبقى نفسك طويل قوي. ولازم لما تفرفص تفرفص على حاجة تستاهل، وعلى حاجة تبقى ليك. أنا عارفة إن كل واحد فيكو عنده حلم كبير قوي، يمكن الحلم ده في يوم من الأيام خلاك تعيط بالليل عشان نفسك فيه وانت بتدعي له. وأنا عارفة إن ربنا عمره ما بيدي لحد وجهة أو خطة هو شايفها في دماغه وحاسسها طول عمره إلا وبيكون ليها هدف، وبتكون موجودة حتى لو محدش حاسسها أو فاهمها زيك، بس عشان هي بتاعتك انت، ربنا اديها لك انت وعملها لك انت، وانت اللي اتكتب عليك انك تنفذها قبل ما وقتك يخلص في الدنيا دي. ما تقللش من فكرة تيجي في دماغك انت حاسس انها ممكن تكون مفيدة ليك وللناس. ما تقللش من نفسك ولا من قدراتك. ما تحطش نفسك في حتة انت ما تحبش حد يحطك فيها. حاول انك تبقى دايما شايف نفسك as a project، مشروعك الأساسي هو انت أكبر مشروع ممكن تحط فيه فلوس وتحط فيه مجهود وتحط فيه طاقة وتفكير. هو انت أكبر مشروع ممكن تعمله، لأن انت اللي هتعمل كل حاجة ممكن توصل ليها،
وانت اللي هتغير حياتك، وانت اللي هتعمل كل حاجة انت بتتمناها. انا بجد بجد اتبسطت في الابيسود دي، مش عارفه اقول لكم ازاي، بس انا فعلا حاسه ان انا زي اللي هو كنت متحمسه زياده شويه. ف انا بجد اتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا معايا في نفس فبجد اتمنى تكونوا اتبسطتوا معايا بنفس الليفل. اتمنى ان يكون كلامي بيفيد اي حد فيكم حتى لو واحد بس. واتمنى ان نشوفكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده من بودكاست اراء. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، عشان اللايك والشير والسبسكرايب بيخلي الالجوريزم او الاداة اللي بتخلي الفيديوهات تطلع تفهم ان الفيديو ده حلو وان هو مفيد. وانا عارفة انك بني ادم مش اناني وعايز الافادة توصل لناس تانية، فاعمل لايك وشير وسبسكرايب وكومنت لو عندك حاجة لذيذة تقولها. بس كده، اشوفكم قريب.